الست الجميلة دي يا جماعة بتعمل أكلات بجد والله أنا مش عارفة بتجيبها منين. وبتجيب أحجام وحاجات غريبة جدا بجد. يعني بصوا الاستاكوزية قد إيه ما شاء الله. يعني دي لوحدها كفيلة تخلص على الثروة السمكية. اه بجد والله العظيم ما شاء الله. بس معلش يعني سؤال صغير كده. يعني بيجيبوا الميزانية والإمكانيات دي إزاي؟ اه بجد والله العظيم يعني الناس لما بتشوف الفيديوهات دي بتحس ان هي يعني في حاجة غلط. بصوا، حاسه ان هي يعني بتشتغل على ثروه سمكيه. وبجد بجد ربنا يزيدها يا رب عيشتها مرفهه جدا. يعني عامله درج كامل للتوابل. بصوا بتستخدم حاجات يعني بتهيألي الاكله. مش عارفه اقول ميزانيه ايه يعني عشان ما اكدبش بس بجد. يعني بس ذوقها حلو جدا، بتعرف تختار كده حاجات بتحطها على حاجات تانية تطلع حاجات تالتة خالص. اه والله. ويعني بتهتم بالاكل وبتهتم مع ان سبحان الله. يعني اللي يشوفها ما يديهاش الجسم، ما يديهاش للاكل الحاجات اللي هي بتعملها دي خالص. وبجد يا جماعه برضو بتعمل اكلات صحيه حلوه قوي. بصوا الاحجام السمك والاستاكوزا والكابوريا الاحجام ما شاء الله، مش عارفه بتجيبها منين الحاجات دي وباسعارها ايه بصراحه. بس بجد هي ست شيك جدا. يعني زي ما انتم شايفين كده بجد والله. يعني بتعمل حاجات رائعة رائعة بجد. زي ما بيقولوا بقى المثل الشعبي اللي عندنا. المثل اللي عندنا بيقول اطبخي يا جارية، بيقول لك كلف يا سيدي يا حول الله يا ربي يعني. هو النبي بس لو الجارية معهاش سيد زي ده تعمل فيه ايه؟ يعني تحبسه ولا تشنقه ده؟ لما تشوف الحاجات دي والناس تبص على الحاجات الحلوة دي والله العظيم بجد. بس بجد بجد يعني برضو يا جماعة يعني تحس ان الحاجة ليها ذوق كده وجميلة. الامكانيات بتساعد برضو. تعالي حطي بقى لست غلبانة كده ولا حاجة حبة حاجات زي دول. يعني بصوا. يعني الغريبة ان هي بتقعد تاكل لوحدها بتحضر هي والكلب الجميل ده. والله لو الشعب كله نفسه يجي مكان الكلب ده. لكن ما حدش عارف والله. يوم واحد بس يعني بصوا تأكلوا حاجات. بجد يعني هي جميلة والله. بصوا الكلب منشكح. منشكح والله. الكلب بيقول يعني انا جيت في مكاني الصح. وبصوا يا جماعة الحاجات عاملة ازاي والتقديمات والمطبخ والامكانيات رهيبة ونظيفة على فكرة، هي نظيفة جدا. يعني بصوا الناس هنا عايشين عيشة مش يعني بعيد عن الطبقة المتوسطة خالص. انا عايزة اعرف بقى الاخت الصغنونة دي يعني تقرب لها ايه؟ يعني الاخت التانية دي بقى تبقى قريبتها ولا اختها ولا بنتها، بس ما فيش شبه خالص يعني بس ما علينا. يعني بصوا النظافة ما شاء الله. ومعالق خشب على فكرة. بس الحاجات تحس ان ذوقها جميل كده ومرتبة ونظيفة وبتهتم ان هي تنشف الحاجة بص والله حاجات ما شاء الله ما شاء الله بجد. يعني شايفين يا جماعة ما شاء الله عليهم. هي بتعمل بالبرتقال دون تقريبا او الليمون ده عشان تضيع الحاجات البواقي اللي بتبقى على الخشب ويفضل نظيف. صح كده اللي يعرف يعني اللي يشوف يعني اللي يعرف المعلومة دي اللي هي ليه بتحط قشر برتقال على الخشب يقول لي. متنسيش اللايك الحلو بتاعك والاشتراك. وبحبكم كتير جدا. ما تنسوش تصلوا على الرسول في التعليقات.